يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية، صباحكم معطر بذكر الله. بصوا بقى، النهاردة هنعمل مع بعض التوست بطريقة سهلة جدا جدا. أحسن من بنشتري من بره بكتير. بصوا بقى، دول 3 كوبايات دقيق بالمعيار بتاع الكوباية دي. بصوا كده، هنحط عليها يعني حوالي معلقة أكل سكر وشعرة دقيق، شعرة ملح، قصدي شعرة ملح. تمام كده. هنحط كل المكونات دي مع بعض كده ونقلبها كويس، المكونات الجافة مع بعض، وهنحط عليها ذره صغيره بس بيكنج باودر ومعلقه خميره. بصوا كل حاجه عندي اهي. بصوا يا بنات، هنحط حبه خميره مثلا قد معلقه كبيره خميره ومعلقه صغيره بيكنج باودر، نحط عليهم كده. شعره صغنطوطه خالص بس كده بتنفشها وبتخلي التوست طعمه حلو جدا كمان. وهنحط بقى قد معلقه اكل خميره. بصوا كده، نعير المكونات الجافه دي كلها مع بعض. بصوا، حلوه قوي كميه الخميره دي. وبعدين احنا في الحر، هي اصلا ما شاء الله مش هتحتاج ان هي تخمر كتير. احنا في الحر النهارده درجه الحراره 41 يعني، الله المستعان. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا، في حركه انا بحب اعملها كده، لو انت عندك منخل تنخلي بيه دي، والله العظيم بيديكي نتيجه احلى. بس انا طبعا مش عارفه انا اصلا المنخل فين عندي، فانا بحب اعمل يعني كاني ايه دخلت فيه شويه هوا. ماشي كده. هنحط عليه بقى حبه زيت صغنطاطين، ويعني مثلا حوالي معلقتين اكل زيت. ماشي كده، ادي معلقه يا بنات. ماشي، وادي معلقه كمان. تمام. وهنحط عليه بقى الميه ونعجنه بالطريقه العاديه خالص خالص. هوريهولكوا دلوقتي، كملوا معايا الفيديو للاخر. بصوا بقى، انا هحط ميه على حسب ما العجينه هتاخد مننا يعني. بصوا، يعني انا حطيت مثلا كده بتاع حوالي نص كوبايه، دول 3 كوبايات دقيق ومعلقتين زيت ومعلقه خميره ومعلقه بيكنج باودر وذره ملح ومعلقه سكر. تمام كده. حلو قوي للدايت وحلو قوي للولاد ومغذي جدا والله العظيم، لانه دقيق قمح كامل الحبه. دقيق قمح كامل الحبه فيه حديد وفيه فيتامينات، احنا حارمين نفسنا وحارمين ولادنا منهم والله العظيم. بصوا بقى، هعجنها، بتعجنيها بالطريقه العاديه كانك بتعجني اي عجينه، بس هناخد بس الاول ايه الكميه اللي احنا محتاجينها من الميه. وما تخلصيش الكيس كله، لازم يبقى عندك حبه دقيق احتياطي، عشان لو احتجتي دقيق تاني، ما يعني لو لقيتي مثلا العجينه مثلا محتاجه تاني شويه دقيق، بيبقى عندك، متبقيش مخلصاها كلها. عجينه اوريها لكم. بصوا بقى، تفضلي بقى تلمي فيها لغايه اما تحسي ان الطبق معاكي نضيف، ما فيهوش اي حاجه خالص، نضيف خالص. بصوا بقى الجمال، تفضلي بتعجني فيها زي ما بتعجني اي عجينه. التوست من اسهل الطرق يا بنات والله العظيم، حلو قوي. اتمنى كل اللي بيتفرج عليا كده يشوف لي الفيديو كامل، يشوفوا لي بالاعلان، يعمل لي لايك، يعمل لي تعليق حلو. ربنا يفرح قلب كل اللي يشوف الاعلانات يا رب العالمين، عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكم لاحلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى، طبعا انا بصور بايد وبشتغل بايد، ف اعذروني والله، وحشتوني قوي قوي، واعذروني لو انا مش بصور الايام دي والله العظيم، بس انا فعلا والله العظيم تعبانه حقيقي. بصوا بقى، هي خلاص كده لمت. بتعجني اصلا اي عجينه بتعجنيها بتقعد حوالي ربع ساعه، ربع ساعه عجن، ربع ساعه عجن. المهم ايه، ميبقاش معاكي حاجه كده ايه في الطبق، فاهمه ازاي؟ تفضلي تعجني فيها لما تحسي خلاص ان هي ما بقتش بتلزق معاكي، بتيجي تروح معاكي زي عجينه البيتزا، زي الفطاير، زي كل العجين. سهله جدا 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 يا بنات. بس كده، ونسيبها بقى ايه، نسيبها ربع ساعه ايه، نسيبها ساعه، من ساعه الا ربع كده لساعه تخمر. وبعد كده ايه، نفردها بقى ايه في نفردها في البتاع اللي هنحطها في الفرن فيها، الصينيه الصغنطوطه. بصوا بقى، بعد ما عدى ساعه، بصوا اتخمر ازاي. نحطه بقى في الصاجه ونوريه لكم. بصوا بقى، نفردها اهو. وبعد ما نفردها، بصوا هنيجي نتنيها كده،
هنبرمها كده 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 كده. ونيجي نقفلها بقى ايه من الجناب كويس قوي. بصوا بقى، ونحطها هنا بقى ايه. بصوا بقى، فردناها في الصينيه اهي. هنسيبها تخمر حوالي ربع ساعه، لان انا سبتها كتير خمرت، فسيبها حوالي ربع ساعه كمان تتغطى. لازم تتغطى لازم تتغطى. وبعد كده نحطها بقى في الفرن حوالي نص ساعه. بصوا بقى، سبتها حوالي ربع ساعه، نفشت ازاي. شايفين الجمال والقمر؟ شايفين؟ بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي وعملنا لايك حلو كده للقمر ده. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، حافظوا بقى على النفخان ده بقى، ونحطها في الفرن حوالي تلت ساعه او نص ساعه، الرف اللي في النص على درجه حراره 180. واتفرجوا بقى على الجمال والحلاوه. احلى توست، احلى توست بالعيش القمح والله. بصوا بقى يا بنات، هو قعد في الفرن حوالي نص ساعه. لو انت الفرن بتاعك مش حامي، سيبيه ساعه الا تلت، يعني حوالي 40 دقيقه كده. وبعد ما تطلعيه من الفرن، غطيه بفوطه او اي حاجه كده طريه لغايه لما يهدى خالص ويبرد. انا سبته لما برد خالص. بصوا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه بقى مع بعض واوريكم ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الشكل النهائي بتاعه. بصوا اهو، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، وطري بقى ومستوي وجميل. شايفين الجمال؟ نقطعه بقى مع بعض. لازم طبعا يكون بارد خالص خالص، نسيبه لما يبرد. بعد ما برد خالص اهو، نبتدي بقى نقطعه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيه بالشكل اللي انت ايه، اللي انت عايزاه، السمك اللي انت عايزاه. بصوا، جميل وحلو. بصوا، مش قادره اقول لكم على قيمته الغذائيه. انت ممكن لو انت عايزه تفطري منه، او بتشيليه في الفريزر لو انت اللي هتفطري منه بس وعامله ليكي للدايت، عشان ده دي قمح كامل وحلو قوي للدايت، وحلو لمرضى السكر، وحلو لحاجات كتيره جدا. ومغذي كمان للاطفال. شايفين طري ازاي وجميل ازاي؟ شايفين؟ هقطعه بقى كله كده واوريكم شكله عامل ازاي. ودي يا بنات الشكل النهائي بتاعنا، بتاع التوست بتاعنا. شايفين الجمال والحلاوه؟ عملنا بقى احلى لايك. ما تنسونيش في اللايك. ربنا يا رب يفرح كل اللي يعمل لي لايك، وما تخطوش الاعلان، اتفرجوا على الاعلانات عشان القناه تكبر بيكم يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين الجمال؟ من اشهى واجمل التوست اللي ممكن تعمليه في البيت. اوفر وانضف وقيمه غذائيه عاليه. معلهوش دقيق ابيض. للناس اللي بتعمل دايت ومرضى السكر، وصحي جدا جدا. عايزه اقول لكم، في ناس بره ممكن تعمله وبتحط عليه دقيق ابيض. ده لا لا، ده من غير دقيق ابيض. بصوا بقى الجمال، وطري جدا. شايفين؟ بصوا، بصوا. بياخد في الفرن من نص ساعه ل 40 دقيقه. لو انت الفرن بتاعك حامي، هيحتاج منك نص ساعه. وبتدهني الصينيه زيت قبل ما بتحطي عليها التوست، وبيخمر على طول. احنا الايام دي في الحر، وحلو قوي واقتصادي ولذيذ. ممكن لو انت مش عايزه تحطيه كله تفطروا منه، تحطي منه في الفريزر وبتطلعيه قبلها بربع ساعه. والله العظيم كانك لسه جايباه طازه. عملنا احلى لايك.